الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. تقدموا معشر الإخوة الكرام. إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلق السماوات والأرض بغير عمد ترونها، وهو الذي سخر لكم ما في الأرض جميعا، وهو الذي أنعم علينا بنعمه الظاهرة والباطنة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فنعم منها ما قد علمنا، وكثير منها قد جهلنا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة وكشف الله به الغمة ونصح الله به الأمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه الله اليقين، ونحن على ذلك إن شاء الله لمن الشاهدين. أما بعد معشر الإخوة الكرام، فإن الله سبحانه وتعالى خالق السماوات والأرض، وهو رب كل شيء. خلق الخلق فميز بينه وفاضل بين مخلوقاته سبحانه وتعالى، وهو خالق كل شيء. الله خالق كل شيء. خلق الخلق ثم فضل الإنسان من بين الخلق، وفضل الأنبياء من بين بني الإنسان بني آدم، وفضل الرسل من الأنبياء، وفضل من بين الرسل أولي العزم الخمس، وفضل من أولي العزم الخمس الخليلين، وفضل من بين الخليلين محمد صلى الله عليه وسلم. وخلق الله الخلق وخلق منه الزمان، واصطفى من بين الزمان أياما وأسابيع وأشهر وساعات، فجعل رمضان خير الأشهر، وجعل الجمعة خير الأيام، وجعل الله سبحانه وتعالى ليلة القدر خير الليالي، وخلق الله المكان وفضل بعضه على بعض. ميز الله سبحانه وتعالى كما خلق الملائكة فجعل جبريل سيدها، فخلق الله سبحانه وتعالى المكان وميز بينه وفاضل بين الأماكن.
فجعل مكة أحب بقاع الله إلى الله، وأحب بقاع الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الصحيح: والله إنك لأحب أرض الله إلى الله، وأحب أرض الله إلى قلبي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. لذلك روى الإمام مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب البلاد إلى الله المساجد. أحب البلاد، خلق الله البلاد ثم اصطفى منها بقعة أرضية معينة وهي المساجد، جعلها الأفضل والأحب والأقرب إليه. لماذا؟ لماذا هي الأحب والأقرب؟ لأن فيها يعبد الله، وفيها يسجد لله، وفيها يركع الراكعون ويسجد الساجدون ويكبر المكبرون. المساجد هي مركز العبودية، المساجد هي مركز التوحيد، المساجد هي المرجع، هي مكان توحيد الله وتوحيد الصفوف. ففيها يوحد الله سبحانه وتعالى، لأنك تضع أعلى وأفضل وأحسن ما عندك، وهو الجبهة. تعتبر على أن جبهتك ورأسك ينبغي أن يكون مرفوعا، لكنك إذا جئت للمساجد انحنيت لله. تقدموا معشر الإخوة، تنحني لله سبحانه وتعالى، وتضع جبهتك التي تعلو بها على الناس إلى الأرض، فتكون قد خضعت لله سبحانه وتعالى. فالمساجد هي نقطة المرجع للمسلمين في الأرض وفي السماء، في الدنيا وفي الدين، في حبهم لله وفي تعلقهم ببعضهم، في انتصارهم على نفسهم وانتصارهم على عدوهم. المساجد بها ينتصر الإنسان على نفسه لأنه يضع الجبهة إلى الأرض، وبها ينتصر على الآخر لأن فيها توحد الصفوف وتجمع الأنفس، ويكون الغني إلى جانب الفقير، ويكون الأجير إلى جانب الأمير، ولا فرق فيها بين الضعيف والوزير، لا فرق بين الغني فيها ولا الفقير، لا فرق بين الأسود والأبيض، الكل سواء، مصطفون كأنهم بنيان مرصوص، نتعلم فيها كيف نداوي الجروح. المساجد لذلك جعلها الله الأحب إليه والأقرب، الأفضل والأحب. فيها يركع الراكعون، وفيها يطوف الطائفون، وفيها يعبد الله سبحانه وتعالى ويذكر سبحانه وتعالى. وقد جعل الله سبحانه وتعالى علاقة الإنسان بالمساجد علاقة ثنائية لا ثلاثية، ثنائية. يا إما أن يكون الإنسان معمرا للمساجد، بانيا مشيدا واقفا عليها بكل ما أوتي من قوة، وإما أن يكون مخربا هادما والعياذ بالله. فأما النوع الأول فهو نوع المخربين الذين يقفون ضد المساجد وبنائها وتشييدها وإقامتها. وهذا الصنف صنفه الله إلى قسمين اثنين: قسم المنافقين وقسم المجرمين. فأما قسم المنافقين وهو الأهون، ولكن لكل منهم عذاب أليم. يقول الله سبحانه وتعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا وفي الآخرة ولهم عذاب أليم. ويقول الله سبحانه وتعالى في سياق حديث المنافقين مع بعضهم البعض، وهم يؤلبون ويحرضون ضد بناء المساجد وبناء الأمة، لأن المساجد ما هي إلا طوب وحجر، لكن الذي فيها هو بناء للأمة، للقلوب والنفوس والأرواح. قالوا: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. لا تنفقوا على من عند رسول الله
ينفضوا حتى يبقوا مجموعات قليلة وأفراد، حتى يضعف الإسلام. لا تنفقوا، إياكم، احذروا يا معشر الناس. يحرضونهم على عدم الإنفاق والتشديد. لا تنفقوا على من عند رسول الله. فرد الله عليهم في سورة سماها باسمهم، سورة المنافقين، يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. قل لله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون، ليس لهم عقل يدركون به معاني الدين ومعاني الإيمان ومعاني الغيب. وأما الصنف الثاني باختصار فهو صنف المشركين المجرمين الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم: وما نظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. وذكر الله الظلم بهذه الصيغة: ومن أظلم ممن، أي هل هناك أكثر ظلما وإجراما واعتداء وكفرا وفسادا وفسوقا وفجورا، هل هناك أكثر من ظلما ممن منع مساجد الله وسعى في خرابها؟ أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فلا هم في الدنيا من الرابحين ولا هم في الآخرة من المفلحين، بل هم في كلاهما من المجرمين الفاسقين. تقدموا معشر الإخوة إلى الأماكن الفارغة، جزاكم الله خيرا. تزاحموا وأفسحوا يفسح الله لكم. فذكرهم الله بهذه الصيغة. وقال الله كذلك في هذا النوع وهذا الصنف، قال فيهم سبحانه وتعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. وذكر في مقابل ذلك الصنف الثاني وهم صنف المعمرين المؤمنين الصالحين المتقين الخائفين من الله. فماذا قال فيه؟ إنما يعمر مساجد الله، إنما أداة حصر لما بعدها، إنما يعمر مساجد الله، مساجد الله ليست مساجد أحد، وأن البيوت لله وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. عسى تفيد التحقيق وليست الترجي والتمني. فعسى أي فإنهم حقيقة من الصادقين من المهتدين الذين لهم الجنة، فإنهم كذلك. إنما يعمر فعل الإعمار، فعل البناء. يعمر من عمر يعمر، أي بنى وشيد وملأ، الامتلاء. والإعمار هنا له معنيين اثنين. فأما المعنى الأول فإنه إعمار بالأجساد والأنفس والأرواح، أي أنك تأتي إلى المسجد فتعمره وتملأه. فما قيمة المساجد إن بنيت وإن كانت فيها الهكتارات لكن لا يأتي إليها الناس ولا يعمرونها؟ إن لم تعمر بيوت الله فإن قلبك يكون خاويا من ذكر الله، لأن المساجد هي منابع النور، لأن المساجد هي مصادر الإيمان، فيها يعبئ الإنسان قلبه ويملأ نفسه ويعمر روحه بالله سبحانه وتعالى. وأما الذي حرم لذة المساجد ولذة الحضور إليها فإنه يحرم كذلك لذة الإيمان ولذة تذوق العلوم وتذوق الإيمان، وإن الإيمان له مذاق كما جاء في حديث البخاري ومسلم: ثلاث من كنا فيه ذاق من الذوق حلاوة الإيمان، وفي لفظ وجد حلاوة الإيمان. إنما يعمر. والثانية إنما يعمر، وهذا الفعل يدل على الاستمرارية. يعمر بفعل يدل على المستقبل. إنما يعمر دائما أن يشيد ويبني.
ويعمل على ذلك، سواء بنفسه، بوقته، بماله، بكل ما يستطيع، بسيارته، بالكلمة، بالمساعدة، بالإشارة، بكل ما يستطيع. فإن ذلك ذكره الله وذكر فيه صفات فقال: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله شهد الله له بالإيمان به. ومن ضمن له الله وشهد له فليس من معقب لكلماته. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة، ولم يقل وصلى، قال وأقام الصلاة، لأن هناك فرق بين أن تصلي وأن تقيم الصلاة. أن تصلي أنت تصلي في البيت وتجمع الصلوات، تصلي مرة ومرة أخرى، لا، لكن أن تقيم الصلاة، الإقامة، أن تجعلها مبنية وأن تحافظ عليها في أوقاتها وقدر المستطاع في المسجد. لذلك قال وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، أي لم يخشى الفقر في مقابلها، لم يخشى الناس، لم يخشى مستقبلا ليس هو ضامنه. يقول لئن أنفقت لربما نقص من مالي، ويحسب بهذا. وعجبا إنما النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربنا. أسأل الله أن لا يجعل أنفسنا أمارة بالسوء، يجعل أنفسنا أمارة. لذلك معشر الإخوة الكرام، جعل الله المساجد أحب إليه بهذه الأسباب. كذا إضافة إلى ذلك أن الذي يبني المساجد التي هي بيوت الله سبحانه وتعالى، وقد أضافها إليه سبحانه وتعالى، تلك بيوت الله، وأن المساجد لله، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، لا تعود على الله، دائما ينسبها إليه. بيوت لله ليست لأحد. كل من يساهم في إعمار هذه البيوت فإنما يكون قد سار على مسار الأنبياء والرسل. عندما تعمر، عندما تبني، عندما تعطي، عندما تجود، عندما تقوم بعمل قد يؤدي إلى إنشاء وتشييد المسجد، فاعلم أنك تسير على مسار الأنبياء وفي دربهم وتقوم بمهنة الأنبياء. الدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى لما كان يتحدث عن إبراهيم وإسماعيل، فقال سبحانه وتعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. أي قواعد؟ لأي بيت؟ للبيت الحرام، للمسجد. وقد ذكر الله في سياق قبل ذلك في آية التي قبلها: ولقد عهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي. التطهير، أن تنظفه من النجاسة المادية والمعنوية، من الأوثان، وكذلك من كل نجاسة حسية. أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. طهر بيتي. من؟ الأنبياء. وإذ يرفع إبراهيم وإسماعيل القواعد من البيت، يبنون. تلك مسيرة الأنبياء. أسأل الله أن نكون كذلك منهم، والحمد لله رب العالمين. تقدموا معشر الإخوة الكرام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ليس إبراهيم عليه السلام فقط من كان يقوم بهذا العمل الشريف، بناء المساجد، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري أنه لما هاجر فكان إلى المدينة كان أول ما قام به هو بناء المسجد، ثم بنى بعد ذلك القلوب وألفها بين المهاجرين والأنصار. وكان عليه الصلاة والسلام يقوم بيديه الشريفتين يحمل الحجر لكي يعلم الأمة أن في بناء المساجد الخير الكثير والثواب الجزيل والأجر العظيم مما لا يمكن أن يخطر على بال أحد.
لا يمكن أن يخطر على بالك. لذلك معشر الإخوة الكرام، ذكر الإمام مسلم في صحيحه من حديث المنذر بن جرير عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها دون أن ينقص من أجورهم شيئا إلى يوم القيامة. ومن سن سنة في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أوزارهم شيئا. من سن في الإسلام سنة حسنة. إذا ما تبرعت، لا أقول تبرعت وإنما هذا واجب ليس تبرع، تبرع هو بفضل المال. والله سبحانه وتعالى عندما ذكر الصدقة لم يقل تبرعوا، لم يستخدم في القرآن مصطلح التبرع أصلا، إنما استخدم مصطلح الإنفاق. فقال الله سبحانه وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لم يقل من فضل ما زاد عندكم، بل مما عندكم، مما قد تكون أنت محتاج إليه. ناهيك عن أن كثيرا من الناس ليسوا محتاجين إلى مبالغ، لكنهم تغلب عليهم النفس والهوى والأهل وكثير من الأمور. الشيطان يعدكم الفقر ويمنيكم، الشيطان يعد الناس الفقر ويمنيهم، يقول لهم: إذا ما أنفقت كذا فإن ذلك ينقص، وتشتري بقعة وتشتري بيتا وتشتري سيارة، وهذا المبلغ سينقص وبالتالي سوف يتأخر. ثم يأتيك بمنطق رياضي مغاير للحقيقة والواقع. عجيب. من سن في الإسلام سنة. تخيل أخي الكريم، كلما جاء رجل وكنت سببا في شراء كتاب أو شراء مصحف أو في هذا البيت المبارك في بنائه، كلما صلى مصلي، كلما ركع راكع، كلما رفع الأذان، كلما قال قائل الله أكبر، كلما سجد ساجد أو سبح مسبح أو حمد حامد أو وحد موحد، كلما ركع الراكعون وسجد الساجدون وسبح المسبحون أو تلا القارئون أو علم الناس إلا ولك به حسنات لا تنقضي إلى يوم الدين، لا تنقضي إلى يوم الدين. كلما قرأ الرجل فتح المصحف وكنت سببا في ذلك، كلما قرأ إلا ويلحقك ذلك في قبرك. ودليل ذلك بالتأكيد ما رواه الإمام البزار في مسنده، والحديث حسنه الإمام الألباني، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: واسمعوا إلى هذا الحديث الجميل اللطيف: 7 يجري للعبد أجورهن بعد موته وهو في قبره. في القبر يوم تكون وحيدا تبحث عن المؤنس، تبحث ولو عن نور قد يضيء القبر، في وحشة القبر وما أدراكم ما القبر. نحن نسمع عنه لكننا لا نتصوره، لأن الإيمان الحق ضعيف، وهذا هو الواقع. 7 يجري للعبد أجورهن وهو في قبره بعد موته: من علم علما أو كان نهرا أو حفر بئرا أو غرس نخلا أو ورث مصحفا أو ترك ولدا يستغفر له من بعد موته. 7 يلحقك أجرها. انظر إلى هذه 7 كلها، هذه الأمور 7 كلها مجتمعة في واحدة وهي المسجد. لماذا؟ انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من علم علما. في هذه البلاد أين يتعلم الناس الدين؟ أليس في المساجد؟ أين يتعلمون أمور دينهم ويعرفون الحلال والحرام والأمر والنهي والواجب والمباح؟ أين؟ إنما في المساجد.
أين يحفظون كتاب الله ويتعلم الأطفال اللغة؟ في المساجد. من علم علما أو كرى نهرا، والمقصود بكرى نهرا أي أجرى نهرا. لماذا؟ حتى يتوضأ الناس منه ويغتسلون. أوليس الناس يتوضأون في مساجد الله؟ أليس فيها صنابير وماء؟ بلى. أو حفر بئرا يشرب الناس منه ويستقون، ومن كان عطشا شرب منه. أوليس ذلك في بيت الله؟ بلى. أو غرس نخلا يستظل الناس بظله وكذا يأكلون من ثماره. أوليس ذلك في بيوت الله؟ بلى. يستظلون بسقوفها من حر الشمس ومن قر البرد، ويأكلون مما يأتي به المسلمون من خير. أو ورث مصحفا. أوليست المصاحف موجودة في بيوت الله لمن احتاجها حتى يقرؤونها حرفا حرفا، وإن بكل حرف حسنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، وفي كل حسنة والله يضاعف من يشاء. أو بنى مسجدا، أو ترك ولدا يستغفر له من بعد موته. هذه الأمور السبعة كلها موجودة في واحدة إذا ما قمت بتشييد المساجد وأعنت على ذلك وعمرتها بالنفس وجسد وبما تستطيع. وهنا أسوق قصة سأختم بها إن شاء الله. والقصة رواها الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سبحانه وتعالى ابتلى 3 نفر من بني إسرائيل، 3 رجال ابتلاهم الله سبحانه وتعالى: أقرع وأبرص وأعمى. كانوا مرضى ولا مال لهم ولا صحة. ابتلاهم الله سبحانه وتعالى فبعث إليهم ملكا، فجاء إلى عند الأبرص مريض فقال له: ما أحب شيء إليك؟ الأبرص ماذا قال الأبرص؟ لم يقل أريد فيلا أو أريد بقعة أرضية، لا، قال: أن يذهب عني هذا الذي يكرهني به الناس، وأن يعيد إلي الله سبحانه وتعالى صحتي، وأن يؤتيني وجها حسنا وجلدا حسنا. فمسح عنه الملك فأصبح عنده جلد حسن وصحة طيبة وأصبح سليما بعدما كان سقيما. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل. فأعطي ناقة عشراء أو عشراء كلاهما صحيح، أي ناقة كبيرة ضخمة وناقة ولود، فأصبح عنده وادي من الإبل. وجاء إلى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يؤتيني الله شعرا حسنا، وأن يذهب عني هذا الذي يكرهني الناس. فمسح عنه فآتاه الله شعرا حسنا ووجها حسنا، وذهب عنه الذي يكرهه الناس. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: البقرة. فأوتي بقرة ولود. ثم أتى إلى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر الناس. فمسح عنه فرد الله إليه بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأوتي شاة ولودا، فأصبح لهذا واد من الإبل أي الأبرص، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. ثم بعد مدة رجع إليهم الملك في صفة الرجل الفقير المعدم الذي ليس عنده شيء وهو الضعيف، فجاء في صفة الأبرص إلى الأبرص فقال:
يا هذا والله قد تقطعت بي الحبال ولا مبلغ لي إلا بالله ثم بك. شاة بعيرا أتبلغ بها في سفري، يعطيني بعير وعنده واد عنده آلاف اليوروات، لكن يستضعف ويستقل على الله سبحانه وتعالى مبلغا زهيدا. قال يا هذا إن الحقوق كثيرة، ذلك قولنا اليوم، إن الحقوق كثيرة، التأمين، الكراء، الأولاد، سبيزا، هلم جرى، الحقوق كثيرة، إن الحقوق كثيرة. قال يا هذا، واسمعوا هذا الحوار هو واقعنا اليوم. قال يا هذا ألم تكن أبرصا فعافك الله، وكنت فقيرا فأعطاك الله؟ أنت كلنا ألم نكن كذلك؟ بلى وربي. ألم تكن أبرصا فعافك الله، وكنت فقيرا فأعطاك الله؟ ماذا قال؟ كما يقول إخواننا اليوم، لعلك قد أخطأت، لعله شخص آخر لست أنا، إنما أوتيته كابرا عن كابر، إنما أوتيته بقوة، وقد عملت كل هذه السنين من أجل أن أحصل هذا المال. يا ويحك، لو لم يرد الله ما كان لك من مبلغ ولو كان زهيدا، فوالله ما كنت لتتمتع بدرهم أو دينار، فوالله لولا الله ولولا مشيئته لأعدمك ولا أسقمك ولا أمرضك حتى ما كنت تستطيع أن ترفع يدك ولا لسانك الذي بين فكيك، ما كنت تستطيع. ثم أتى إلى الرجل الثاني، إلى الأصبع، فقال له الملك مثل ما قال الأول: يا هذا إني قد تقطعت بي الحبال ولا مبلغ لي إلا بالله ثم بك، بقرة أتبلغ فيها في سفري. فقال له نفس الأمر: إن الحقوق كثيرة. قال: أولم تكن مريضا فأعطاك الله، وكنت فقيرا فأغناك الله؟ قال: إنما قد ورثته كابرا عن كابر. ثم جاء إلى الرجل الأعمى المؤمن الذي ابتلي بالمال وبالغنى لكنه شكر ولم يكفر. والله سبحانه وتعالى يقول في سياق الشكر والكفر: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. لئن شكرتم، فجعل الشكر في مقابل الكفر، الشكر بالنعمة، وعدم شكر النعمة اعتبره الله سبحانه وتعالى كفرا بالله. وقال الله: لئن شكرتم لأزيدنكم بلام التوكيد، إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. بلام التوكيد ليس فيها شك. فجاء إلى الأحمر فقال: يا هذا شاة أتبلغ بها في سفري، فإني والله قد انقطعت بي الحبال إلا بالله ثم بك، فأسألك بالذي أعطاك الوجه الحسن والصورة الحسنة وأغناك أن تعطيني شاة أتبلغ بها في سفري. فقال له الأعمى الذي رد الله عليه بصره: يا هذا انظر للمؤمن الصالح يعترف بمن الله عليه. يا هذا والله إني قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، وكنت فقيرا فأغناني الله، فخذ ما شئت واترك ما شئت، فوالله القسم فوالله لا أجهدك شيئا سألته لوجه الله. سبحان الله. الإيمان الصادق، الإيمان الحق، المؤمنون الصالحون. لذلك قال العلماء: إن ثلث الأمة من الشاكرين والثلثان لا يشكرون. ثلاثة ابتلوا فكان الثلث منهم هو الشاكر. أسأل الله أن نكون من الشاكرين من هذا الثلث. فانظروا إلى هذا النموذج.
معشر الإخوة الكرام، لا أقول لكم إلا كما قال الله سبحانه وتعالى: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. ألم نكن فقراء فأغننا الله؟ ألم نكن ضعفاء فقوانا الله؟ ألم نكن جهلاء فعلمنا الله؟ ألم نكن ضالين فهدانا الله؟ وكنا تائهين فأرشدنا الله؟ وكنا مرضى فشافانا الله؟ وكان منا العقيم فأعطاه الله الولد؟ وكان منا العازب فزوجه الله؟ وكان منا صاحب الضيق فوسع الله عليه؟ كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم بمنه سبحانه وتعالى. لذلك أسألكم معشر الإخوة الكرام، ونحن في هذا البيت المبارك الكريم، والله لا أقول لكم إلا كما قال الملك للرجال الثلاث: أسألكم بالذي أعطاكم الوجه الحسن والشعر الحسن والجسد الحسن وأعطاكم الصحة والعافية، وأسألكم بالذي أغناكم بعدما كنتم فقراء وأهداكم بعدما كنتم ضالين أن تنفقوا لهذا البيت حتى يشيد، فإنه لا زال على عاتق 70,000 يورو تقريبا، وينبغي أن تؤدى إلى حدود شهر 8 إلى شهر غشت. أسألكم بالذي قد من الله عليكم به أن تنفقوا مما آتاكم الله، فإن الله سبحانه وتعالى لا يخلف وعده، فإن الله سبحانه وتعالى هو القائل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ فلنكن كالأعمى الذي اعترف بمنة الله عليه وبشكره فأنفق مما آتاه الله وقال: خذ ما شئت فوالله لا أجهدك شيئا سألته لوجه الله، وإني أسألكم لوجه الله ليس لوجه أحد أن تنفقوا مما آتاكم الله سبحانه وتعالى، وإنه لا يضيع أجر المحسنين. Cari fratelli e cari sorelle, Allah subhanahu wa ta'ala ha creato il mondo, ma ha amato e preferito un luogo in questo mondo che ha creato, il luogo dove facciamo il culto, dove facciamo la preghiera, dove possiamo avvicinarci a Dio. Questo luogo è un punto di riferimento di tutti i musulmani. Allah subhanahu wa ta'ala disse nel Corano che la moschea è una casa di Dio. Non vuol dire che Allah subhanahu wa ta'ala abita nella moschea, ma Lui è il proprietario, è il responsabile della moschea e nessun altro. Il tuo fratello e sorella, quando viene per pregare o per leggere il Corano, oppure per dire a dhikr, tu sei stato un ospite di Allah subhanahu wa ta'ala. Fratelli e sorelle, Allah subhanahu wa ta'ala ha promesso quelli che danno la mano per costruire la moschea, il casa di Dio, di entrare nel paradiso, e anche Allah subhanahu wa ta'ala lo dà una casa nel paradiso, oppure un castello, dipende dalla sua partecipazione e dal suo contributo. Il profeta sallallahu alaihi wasallam disse certe cose di cui l'uomo trae beneficio, cioè viene ricompensato dopo la sua morte, quando è nella sua tomba, che insegna una scienza o di costruire un fiume, vuol dire che ha tolto un qualsiasi cosa che non fa scorrere l'acqua, o ha scavato un pozzo, o ha piantato una palma, o ha costruito una moschea, oppure ha lasciato un Corano affinché venga letto ed imparato, oppure è rimasto un suo figlio che lo benedice dopo la sua morte. Fratelli, tutte queste cose che abbiamo citato
possono avvenire tutti quanti in moschea. La scienza si può insegnare anche in moschea. L'acqua dei fiumi si può usare in moschea per la pulizia e per il wudu. L'acqua del pozzo si può usare per far bere le persone. Il Corano lo si trova in moschea. Fratelli e sorelle, abbiamo bisogno fino a questo momento per costruire questa moschea qui, dove stiamo parlando adesso, abbiamo bisogno un debito di quasi 70.000 euro ancora e dobbiamo pagarla fino a agosto. Per quello dobbiamo dare la mano. Per questo è un obbligo. Vi dico che questo è un obbligo. Non pensate male. Qualcuno che dice che questo è un piacere. Questo non è un piacere. Questo è un dovere. Dobbiamo dare la mano per costruire questa moschea dove imparano i nostri figli qui, in questo posto. E Allah subhanahu wa ta'ala che dà al-ajr per tutti che danno, che offrano. Non dico offrano perché questo è un obbligo, come ho detto prima. Dobbiamo unirci tutti per costruire e Allah subhanahu wa ta'ala che dà il paradiso per tutti إن شاء الله العظيم. Speriamo. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للخير. اللهم اجعل نفوسنا تقية. اللهم نقي أنفسنا من الخطايا وزكها أنت مولاها وأنت خير من زكاها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا. اللهم وفقنا لعمل الخيرات. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا إنك أنت الغفور الكريم وجد علينا بجودك ومنك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم نقي قلوبنا من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وطهرنا اللهم بالماء والثلج والبرد. اللهم إنا نسألك وإن نرفع إليك الأكف إلى السماء وإنك أنت القائل وقولك الحق وإني أستجب لكم. اللهم إنا ندعوك فاستجب لنا. اللهم اغفر ذنوبنا. اللهم اغفر ذنوبنا. اللهم تقبل منا. اللهم وحد صفوفنا. اللهم وحد صفوفنا. اللهم وحد صفوفنا في المساجد وخارجها. اللهم اجعلنا على يد رجل واحد. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا سببا في بناء المساجد لا في هدمها. اللهم اجعلنا سببا في بناء المساجد لا في هدمها وفي تشييدها لا في خرابها. اللهم اجعلنا من المتقين. اللهم اجعلنا من الصالحين. اللهم اجعلنا من أهلك وخاصتك. اللهم إنا نرفع إليك الأكف وإنك سبحانك إنك تستحي أن ترد أكفنا خائبا وتستحي أن ترد أكفنا صفرا. اللهم اصلح لنا أبناءنا واصلح لنا أهلينا واصلح لنا ذريتنا واصلح لنا أنفسنا التي بين جنبينا. اللهم اصلحنا جميعا. اللهم اجعلنا يا أرحم الراحمين هداة المهديين. اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم وفق إخواننا المسلمين جميعا لما تحب وترضاه وطهر قلوبهم من كل الخطايا ومن الحقد. اللهم طهر قلوبنا جميعا من الحقد والبغضاء. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فاجعل كيده في نحره إنك ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين. واقم الصلاة.